السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم قطبان ديال الصدور ديال الدجاج، كيجيو اكثر من رائعين. ان شاء الله غتجربوا هاد التتبيله وان شاء الله غادي تعجبكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للبهارات اللي كنوضع في هاد القصبان هادو كيجيو اكثر من رائعين. نبداو على بركه الله. كنشد صدور الدجاج، كتاخدوهم هكا مقطعين وكتغسلوهم بالحامض والخل حتى كتنقيوهم مزيان من الزفوريه. ومن بعد كتضيفوا الثومه، كتضيفوا البصله هكا مشلضه او مفرومه ناعم، كنضيفوا القزبر والبقدونس بالشكل هذا، كنضيف الكزبره مطحونه، الفلفل الاسود، البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو، شويه شطه على حسب الرغبه ديالكم، زنجبيل، ملح على حسب الرغبه ديالكم، وكنضيف هكا بهارات، اي بهارات نتوما حابين تعملوها ديروها. انا عملت بهارات هنا بتاع الكفته. وكنضيف الزيت. هنا عندي الخضار، عندي الفلفل مشكل والطماطم السوغيز وعندي البصل. عملت شويه رشه ملح وزيت على الخضار. من بعد خلطنا التتبيله كلها وخليناها ترقد لمده ساعه باش تشرب هذيك التتبيله مزيان. ومن بعد وضعناها هكا في قتبان او اسياخ ديال الشوي، كنخليهم بحال هكا. من بعد ما كديرهم كاع في القتبان كتخليهم مازال يزيدوا تاني، لا عندكم الوقت تخليوهم هكا في الاسياخ وتخليهم يشربوا الاقامه. من بعد انا بديت كنشوي فيهم هنايا في شوايه كهربائيه. ومن الافضل ممكن تشووهم على الفحم، يكون الفحم كيعطي مذاق اكثر. يعني زوين هاد القتبان ديال الدجاج عملوهم بالتتبيله وتكون هكا تعملوهم هكا وانتم طالعين لاي مكان كده على البحر، في الغابه، في الطبيعه، كيجيو زوينين وسهلين وخفاف. من بعد ما كيتشواو هكا كيجيو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. كتديروا معاهم شريضات الفريت اللي نتوما حابين تاكلوا مع الخبز، او تعملوا المقبلات اللي نتوما حابين واللي متوفره عندكم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد القصبان اللي عملنا اليوم. ان شاء الله غتجربوهم وغيعجبوكم. ما تنسوناش من الدعاء، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامه.